ايه اللي حصل للراجل ده وخلى كارثة عايشة معاه في حياته بعد ما اكتشف مقبرة أثرية فرعونية وفي منطقة عين شمس وتم اكتشافها من واحد شاري بيت على انه بدروم؟ تخيل نفسك في مرة اشتريت بيت على انه بدروم عادي وعرفت انه تحتيه مقبرة فرعونية، وهو ده اللي حصل بالظبط مع واحد اشترى بدروم في منطقة عين شمس والبدروم ده طلع تحتيه مقبرة فرعونية، وفعلا جاب مهندس انشائي من غير ما حد يعرف وبدأ عمليات التنقيب علشان يعرف ايه اللي تحت بالظبط، وجاب واحد تاني رجل اعمال وصاحب شركات سياحة وصاحب سلسلة فنادق كبيرة وبدأ ان هو يتعامل معاه علشان يعرف يطلع الحاجات اللي تحت البيت ده، وفعلا بدأت اعمال التنقيب، ولكن كان تنقيب باحترافية شديدة، يعني كان المهندس ده بيشتغل ولا كأنه اثري اصلا، وكان جايب معاه شوية عمال علشان يبدأوا يحفروا، وفعلا بدأوا يحفروا بشكل كبير جدا عشان يوصلوا اعماق ان هم يوصلوا لاي حاجة موجودة، وطبعا بدأوا يلاقوا حاجات تبع الاثار. بس الغريب في الموضوع ان هم لقوا حاجة كبيرة وتمثال او موميا كان طوله حوالي 3 متر ونص، وفي الغالب كان لملك من المصريين القدماء، وفعلا بدأوا اعمال التنقيب يكملوها علشان يكتشفوا اي حاجة تانية، بس كانوا محتاجين ان هم يبيعوا الكلام ده، وكان هيبيع الكلام ده برقم خرافي، وبدأ ان هو يدور على مشتري علشان يعرف يوصل ان هو يصرف الحاجة دي، وبمساعدة رجل الاعمال اللي معاه والمهندس الانشائي وصلوا لواحد كان مصري امريكي، والراجل ده كان عنده استعداد ان هو يشتري المقبرة كلها باللي فيها، وهم قالوا له انت مش هتشتري مجرد التمثال بس، في حاجات كتيرة جدا موجودة في المقبرة دي، وانت المفروض ان انت هتشتري المقبرة بكل اللي فيها، ويا سيدي احنا عايزين منك 250 مليون يورو ومش عايزين حاجة اكتر من كده والمقبرة هتبقى بتاعتك. انت متخيل يا صديقي 250 مليون يورو يعني ربع مليار يورو، والرقم ده كان هيتباع بيه المقبرة، والراجل اللي كان هيشتري سمع الرقم بس قال لهم انا مش هدفع غير 50 مليون بس، وقرر ان هو يسعر المقبرة بالسعر ده وبيتفقوا عليها ولا كأنها بتاعتهم. فعلا فضلوا يكملوا في اعمال التنقيب والحفر، بس الموضوع كانوا واخدينه ببطء، يعني مش بيحفروا ورا بعض، لا كانوا بيسيبوا ايام ويرجعوا يحفروا تاني وبيشتغلوا براحتهم خالص عشان ما حدش يحس بحاجه، بس في التوقيت ده كانت المباحث واخده بالها ومركزه كويس جدا، وفعلا فضلوا مراقبينهم والتانيين شغالين في اعمال التنقيب عادي جدا لحد ما طلعوا التمثال ال3 متر ونص، وكانوا واخدين فيلا جنب البدروم ده علشان يعملوا نفق بين البدروم وبين الفيلا، وفعلا عملوا النفق ده علشان ياخدوا الاثار اللي موجوده هنا ويبداوا يخرجوها بره المكان ده من غير ما حد يحس من سكان المنطقه. والغريب ان الموضوع ده كان في منطقه عين شمس، يعني في منطقه اصلا مليانه سكان، بس الفكره هنا ان هم كانوا بيشتغلوا بحذر جدا وبيشتغلوا على ايام متباعده علشان ما حدش يحس بحاجه، وكانوا عاملين الموضوع دراسه وكانهم شغالين باحترافيه، يعني مش شغالين عشوائي علشان ما يتمش تخريب اي حاجه من الاثار الموجوده، وعشان يستفيدوا بكل حاجه موجوده جوه المقبره مش حفاظا عليها يعني. وفعلا بعد فتره وبعد ما طلعوا التمثال اللي موجود وبداوا يلاقوا حاجات تانية وعرفوا انها مقبره كبيره وفيها كميه اثار كبيره جدا، المشتري قرر ان هو يشتري بمبلغ 50 مليون وما يدفعش اكتر. بس في التوقيت ده اتدخلوا المسؤولين عن الاثار والجهات المعنيه من المباحث علشان يقبضوا عليهم كلهم، وفعلا اتقبض على 6 عمال والمهندس الانشائي وصاحب البدروم ورجل الاعمال، ولما اتقبض عليهم بدا التحقيق في الموضوع وسالوه هو انت لما جيت تشتري البدروم ده كنت عارف ان هو فعلا تحتيه اثار ولا انت اشتريته بالصدفه؟ قال لهم لا بصراحه انا اشتريته بالصدفه، وبعدها سمعت من حد ان المنطقه دي منطقه اثريه وعشان كده قررت ان انا احفر واجيب ناس متخصصه هي اللي تحفر، وبعدها بفتره لقينا الاثار دي لكن انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن البدروم ده تماما، وبعدها تم تسليم المقبره دي للجهات المعنيه من وزاره الاثار علشان يتم تنقيب اكتر ويكتشفوا فعلا مقبره اثريه كبيره جدا، وكلام مكتوب على التابوت بيعني الامير الحاكم، والمقبره كان ليها جدران وحاجات تانية مع التمثال وتم اكتشافها، بس المره دي تم اكتشافها من اللي كانوا عايزين ياخدوها ويبيعوها، وكانهم كانوا وسيله مساعده المره دي للجهات المسؤوله عن الموضوع، بس طبعا المسؤولين عن الاثار لازم يبقوا صحيين في الحاجات دي لان دي اثار بلد كامله وما ينفعش ان اي حد يكتشفها ويوديها في اي حته تانية، وعشان العالم كله يعرف ان الاثار المصريه مش للبيع لان الحضاره كبيره جدا وتحت كل شبر في مصر موجود منها اثر، ولازم العالم كله يعرف ان الحضاره المصريه دي مش للبيع دي للافتخار، وعشان نفتخر بيها كويس لازم تفضل في بلدنا ولازم يفضل متحافظ عليها من الجهات المسؤوله عنها، مش اي حد يحفر ويطلع اي حاجه ويبيعها. وهنا تدخل الاثريين كان ضروري جدا لان هم فاهمين كويس جدا بطريقه التنقيب عن الاثار دي وان هم يطلعوا اقصى استفاده منهم ويتم عرضها في المتاحف المصريه ويتم الحفاظ عليها بالشكل اللي تستحقه بعد الاف السنين موجوده تحت الارض متحافظ عليها. وبعد ما اجدادنا من القدماء
المصريين قرروا ان هم يحافظوا عليها عن طريق التحنيط والدفن والمحافظه على كل حاجه حتى الالوان. ويا ريت الرساله دي تكون رساله لكل حد بيحاول ان هو يعمل حاجه غلط ويعرف ان اثار بلده مش للبيع، ودايما لازم يحافظ عليها ويحطها في المكان اللي تستاهله بجد والعالم كله يتفرج عليها. ولازم اثار مصر تفضل جوه مصر ومعروضه جوه مصر وكل مصر تفتخر بيها. انا عادل مجدي، شير كتير جدا للفيديو ده عشان نعرف ان الاثار المصريه لازم نفضل محافظين عليها لاخر يوم، وان يوم ما حد يلاقي حاجه لازم اول ناس تعرف عنها هي الجهات المختصه في الموضوع ده علشان يتم الحفاظ على الحاجات دي. دي حضاره الاف السنين.